لأنك أنت عندك حل من 2، يا إما تبعزق نفسك، يا ما تبعزقش نفسك. إيه الكلام دوّة؟ يعني إيه أبعزق نفسي وما باعزقش نفسي؟ هو في حد يحب يبعزق نفسه وفي حد ما يحبش يبعزق نفسه؟ كلنا ما نحبش نبعزق نفسنا. الفكرة كلها يا صديقي إنك أنت في أي مكان في مصر لمّا بتروحه جديد، أيًا كان الposition بتاعك، أنت بتروح بالposition الرسمي بتاعك. أنا ما ليش دعوة أنت معاك ماجستير، دكتوراه، أنا مش موافق على الكلام دوّة، ولكن هو ده أرض الواقع، ماشي. في أدبيًا المفروض أنت تقدّر إن فلان جاي لك masterized أو معاه MD، فلازم يتقدّر والكلام ده يساهم فيه رؤساء الأقسام بطريقة fair enough تحفظ الأقدمية للي موجود، وفي نفس الوقت تراعي المستجد اللي جه لأيًا كان ظروفه، هو جاي ليه بالمركز بتاعه. لكن ما ينفعش اللي هو إيه، فتحنا كده الزمالة، زمالة بالماجستير، زمالة من غير ماجستير، ده خد سنتين، ده الماجستير اختصر له سنتين، ولكن لمّا تقابله تلاقي واحد ما معهوش أي qualification، وما امتحنش امتحانين على بعض، والتاني امتحن شوية وقضّى زمالة، ممكن يكون قضّى فترة نيابة كبيرة جدًا مرّة و2 أثناء الدراسة بتاعته، وواحد ما بقالوش سنتين لسه ما يعرفش أساسًا يعمل examination. مش تقليل منه، هو كل واحد ليه learning curve، وتلاقي الاتنين بيعملوا نفس الduties. لأ، هو أنت كده أهوّة ده اسمه توصيف أخصائي. كون إن في خلل في التصنيف في المهن الرسمية، ده مش معناه إن إحنا كأطباء ما نكونش على دراية بده ونحفظ مقامات بعض. الحفظ الأدبي أمر واجب، يعني ده من آداب المهنة زي ما بنقول. إيه فايدة الكلام دوّة؟ لإن أنت عندك طريق من 2، في واحد هيقول لي طالما كل مكان بيتميز بحاجة، فأنا هاروح أتعلم من كل مكان الحاجة دي، فأنت هتعيش في حاجة اسمها chronic junior syndrome بالطريقة المصرية اللي إحنا بنتكلم فيها. ليه؟ لأنك أنت مثلًا عرفت إن في المكان الفلاني فيه maxillofacial، فأنت هتروح 6 شهور لسنة عشان تتعلم الmaxillofacial، بس أنت على الجدول وأنت هتروح لهم junior. بس أنت في قرارك لنفسك لازم تسأل نفسك أنت بتعمل كده ليه؟ ولمدة قد إيه؟ يبقى أنت رايح المكان اللي بيشتغل maxillofacial عشان عايز تتعلم المهارة دي، غضّيت نظرك عن إنك أنت masterized أو MD وأنت رايح لسه التصنيف بتاعك للأسف نايب. أنت مش رايح لهم أخصائي، يعني التصنيف اللي أنت رايح بيه زمالة للأسف. هي مش حاجة عيب، بس هو أنت كده أهوّة مش بتتعامل قانونيًا في المكان دوّة بتصنيفك اللي أنت أخصائي أو إنك أنت استشاري. هم لو أدبية عملوا معاك ده يبقى حاجة خير، لكن ده مش granted، فأنت لازم تكون متقبّل ده وتأهِّب نفسك ليه. صدّقني أنت أثبتت وجودك خير من عند ربنا ونعمة وفضل كبير، وربنا يرزقنا كلّنا النعمة ديّة عند بعض، ونعامل بعض بالحسنى، لإن هي الدنيا صغيرة وإحنا عالم صغير، والدنيا مش دايمًا حد يعني. فاللي هتعمله النهارده يعني هيترد لك بكرة، ربنا يستر علينا كلّنا من أنفسنا. القصد، فأنت قررت إن أنت هتروح المكان بيتعلم maxillofacial، فأنت اتعلمت فيه في ال6 شهور دول، بس أنت عارف إن أنت رايح إيه junior. هيقول لك مثلًا حضورك 48 ساعة والّا 3 أيام وعندك الduty الفلاني والعلاني والتلتاني. أنت تقبل إنك أنت رايح ده بس عشان خاطر تركّز على المهارة دي، فأنت بتpay some time from your time عشان خاطر تاخد skills من المكان دوّة في الحتة ديّة. لو أنا باتكلم على الزمالة، ما باتكلمش على الways التانية للتعليم. الزمالة. طيب، مش بس كده، أنت لمّا هتيجي تروح المكان التاني اللي فيه burn، تكون عارف أنت الburn ده هتاخده في قد إيه. طبعًا كل مهارة من اللي أنا باتكلم فيها ما تخلصش في 6 شهور، ولكن في فرق إنك أنت اكتسبت general sky view عن المهارة ديّة. حبيت تكمّل well and good.